توفي منذ قليل المستشار عادل حسن إسماعيل، زوج شقيقة الفنانة المعتزلة شمس البارودي. ونعت الفنانة زوج شقيقتها الراحل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت: زوج أختي ناهد المستشار عادل حسن إسماعيل ترك حبيبي دار الفناء وذهب لدار البقاء، ينعم بإذن الله بروح وريحان ورب عنه راض غير غضبان. آخر تجمع فرحنا معاً في إفطار رمضان وعيد ميلاد الغالي شريك عمري حسن، ولقاء الفرح الأكبر في أعلى جنان الخلد مع الأهل والحبيب صلى الله عليه وسلم، كل منا في ميعاده. صبراً يا أختي، فالمؤمن يقين أننا كلنا إليه راجعون، وكل من على هذه الدنيا فان، ولا يبقى إلا وجه ربنا ذو الجلال والإكرام. الحمد لله الحمد لله. اللهم أجرنا في مصيبتنا صبراً صبراً، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تأتي وفاة زوج شقيقة الفنانة المعتزلة لتضاعف من حالة الحزن التي تعيشها الفنانة منذ وفاة أصغر أبنائها الراحل عبدالله حسن يوسف. أكدت الفنانة المعتزلة شمس البارودي في تصريحات سابقة أن نجلها عبد الله الذي توفي غرقاً شهيد عند الله، حيث قالت: أنا عاصرت وفاة أمي وغسلتها وأنا حامل في عبد الله، ووجع الضنا حاجة تانية خالص. أنا بحمد ربنا وبشكر فضله إن ابني شهيد. أنا كنت بعمل خاتمة قرآن في البيت، والشيخ كان بيقول إن عبد الله أكثر أبنائي إتقاناً لقراءة القرآن والتجويد والأحكام. عبد الله ابني كان بيئمني في الصلاة،